شكرا أستاذ جورج، يزيد فضلك. شكرا. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي أودع الأرواح سر التجلي، وجعل في الأكوان نبضا من جماله الخفي، وأسبغ على القلوب أنوارا من لطفه السرمدي. أيها الرفاق الأدباء في درب الفكر، أيها العابرون إلى سدم المعاني والمستبصرون بدور التأمل، تحية المحبة لكم من الجزائر الحبيبة، وتحية إلى فلسطين الصامدة. نلتقي اليوم لا لكي نحل طلاسم المعرفة فقط، بل لنرتقي بها ولنجعل كذلك منها جسورا تصل بين الحروف والأرواح، بين المنطق والوجد، بين العلم والحكمة. نحن هنا لأننا صدقنا أن الكلمة ليست مجرد صوت، بل هي نفس الحياة، تهمس للوجود بأن فجر الإدراك قادم لا محالة، وأن وراء كل سؤال إشراقة جواب تنتظر من يلمحها بقلبه قبل عقله، في حضرة هذه الندوة المائزة من ندوات منتدانا برعاية كريمة سامقة من الأستاذة فيروز، الأستاذة ريما، والأستاذ جورج، منتدانا آفاق الفكر والثقافة. يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذه الندوة المائزة برفقة قامات النقد في الوطن العربي، الأستاذة لأول مرة الأستاذة الفاضلة الناقدة أناهيد من العراق الشقيق، وكذلك أستاذنا الناقد الجزائري الكبير الأستاذ عبد الله العشي من الجزائر، من باتنا الشامخة. كذلك بحضور أسماء كبيرة اليوم في هذه الندوة، حضور نوعي متميز. نتحدث اليوم بشغف ونحاور كمن يراقص المعنى على أنغام التفكر. قبل البدء اسمحوا لي أن أقول بعض الأسطر فقط. الحياة رقصة ظل ونور، فيها ما يقال وما لا يقال، ما يروى وما يحس. هي مرآة تحدق فينا بوجوه لا تحصى، وفي صمتها همس المعنى لمن ينصت بقلب لا بعين. نسير في دروبها كأننا ننسج من لحظاتها خيوطا من سؤال ودهشة، نرتشف من عذاباتها شرابا يكشف الستر عن وجه الحكمة، ونبتسم حين نكتشف أن الجرح ما كان إلا نداء للاستيقاظ. كل ما حولنا يبوح، وإن تظاهر بالصمت الريح حوار، والغيم قصيدة كذلك من حنين غابر، والحجر حكمة مطوية في كتاب الزمن. فما الحياة إلا مجلا لمعان تتقلب بين التجلي والحجاب، بين البوح والإشارة. ومن تذوقها بلبه لا بعقله أدرك أن كل شيء فيها يشير إلى شيء أبعد، وأن المسكوت عنه أبلغ من المعلن إن أصغي له من مقام الصفاء. فاسمحوا لي وإن أطلت قبل البدء، فليس ذلك إلا لأن قبل البدء بدء ظاهر ومضمر، وبينهما مسكوت عنه خفي خلفي كما في البنسيون الخلفي. ومنه ربطت عنوان مداخلتي بعنوان رمزية البنسيون الخلفي بين التحليل السردي والتأويل الفلسفي. أنا بكل صراحة انطلقت بدءا في خطتي لهذا البحث بإشارة دقيقة إلى الفوارق اللغوية بين كلمات تتداخل فيها الدلالات بين الأصل اللغوي والاستخدام المعاصر، وتتمثل المقارنة الدقيقة للفروق اللغوية بين الفندق والنزل والبانسيون، لأهمية وجود هذا المصطلح بانسيون. أنا هو أول شيء لفت انتباهي. أكيد أن المبدع محمد فتحي المقداد هو ذكي بدرجة واعية جدا أن يختار وينتقي هذه الكلمة. فالفندق في أصله اللغوي في المعاجم هي كلمة معربة كما هو معروف من اليونانية عبر اللغات الأوروبية، وتعني مكانا يستقبل فيه الجميع، ومن دلالاتها المعاصرة مكان إقامة مؤقت للسياح أو المسافرين.
ويتسم عادة بالفخامة والتنظيم التجاري، يقدم خدمات متعددة: غرف، مطاعم، استقبال، أحيانا مرافق ترفيهية. الطبقات الاجتماعية: يرتبط غالبا مصطلح الفندق أو كلمة الفندق بالطبقة الوسطى فما فوق، ويستخدم في السياقات الرسمية والسياحية. النزل: الأصل اللغوي من الجذر نزل، أي أقام أو حل بمكان، وورد في القرآن الكريم قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم، صدق الله العظيم. والدلالة المعاصرة للنزل: مكان إقامة بسيط، غالبا ما يكون أرخص من الفندق، يستخدم أحيانا للإشارة إلى بيوت الشباب أو أماكن إقامة جماعية، قد لا يقدم خدمات فاخرة بل يركز على الوظيفة الأساسية وهي المبيت. الطبقات الاجتماعية: يرتبط بالبساطة ويستخدم في السياقات الأدبية أو الرسمية التي تميل إلى الفصحى أحيانا. البنسيون: الأصل اللغوي أكيد هو من الفرنسية، ودخلت العربية عبر عدة طرق يعني لانتشار الثقافة ولتداخل الكلمات عبر المجتمعات لظروف الاستعمار ربما أو التبادل الثقافي وما شابه. ومن دلالاتها المعاصرة هي مكان إقامة صغير، غالبا تدير عائلة أو أفراد، ويقدم غرفا للإيجار أحيانا مع وجبات منزلية، يستخدم في المدن الصغيرة أو الأحياء القديمة وله طابع حميمي. الطبقات الاجتماعية: يرتبط البنسيون بالطبقة المتوسطة أو المحدودة، ويستخدم في اللهجات أو السياقات غير الرسمية. لماذا ربما قدمت هذا التقديم اللغوي الدقيق جدا؟ يعني بحكم أننا في اللسانيات وفي اللغة ندقق كثيرا في المصطلحات. أكيد الكلمات حينما ينتقيها الكاتب أو المبدع أو الباحث لها دلالات ولها خلفيات ولها مرجعيات يجب أن نتناولها بشيء من التفصيل. رواية بنسيون الشارع الخلفي للمبدع والكاتب السوري محمد فتحي المقداد، طبعا هي عمل أنا وصفتها بأنها عمل أدبي جريء ومؤلم كذلك، فيه جرأة وفيه ألم. لماذا؟ لأنه يكشف عن المسكوت عنه، لذا وسمت مداخلتي أنا كما قلت لكم في البداية برمزية البنسيون الخلفي بين التحليل السردي والتأويل الفلسفي والتركيز على المسكوت عنه. هنا المسكوت عنه في المجتمع السوري، وما المجتمع السوري إلا نموذج ربما عن كل المجتمعات طبعا العربية وربما حتى غيرها، خلالها خاصة خلال سنوات الحرب. وقد يعني هذا الموضوع الرئيسي، هذا موضوع الرواية الذي يسلط الضوء على التحولات الاجتماعية والأخلاقية التي فرضتها الحرب السورية من خلال تصوير واقع مخيم اليرموك بعد تهجير سكانه، حيث يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى مسرح لانتهاكات متعددة. ها هو هنا المسكوت عنه: المساكنة غير الشرعية بين الشباب والفتيات دون رابط قانوني أو ديني، التعفيش، سرقة البيوت من قبل الشبيحة، وما لدلالات التعفيش من طبعا دلالات متنوعة من سرقة وأمور صراعات إلى آخره. تفكك كذلك القيم الأخلاقية والدينية: القتل، القصف، الاعتقال، الجوع، وأكل الحشائش للبقاء على قيد الحياة. رواية البنسيون الخلفي طبعا هي عمل أدبي يعكس هذا الواقع الاجتماعي المرير المؤلم والواقع السياسي كذلك في سوريا من خلال عدسة سردية تجمع بين الواقعية والرمزية. فالبنسيون الخلفي في دلالة هذه التيمة وهذا العنوان المنتقى انتقاء في حسب نظري، يعني أنا حسب ما حللت وحسب ما فهمت الرواية، هو انتقاء دقيق يحمل دلالة رمزية ذات أبعاد، لأن البنسيون كما ذكرت هو مكان إقامة مؤقت، وكلمة الخلفي يعني بالذات هذه توحي بماذا؟ توحي بدلالات ربما العزلة ودلالات التهميش، مما يعكس لنا ماذا؟ يعكس لنا حال الشخصيات أو المجتمع الذي تصور هذه الرواية، وسأقف وقفة فيما بعد عند الشخصيات. طبعا هذا المكان الذي تدور فيه أحداث رواية البنسيون الخلفي، البنسيون يقع في أحد الأحياء الدمشقية ويضم مجموعة من الشخصيات المتنوعة، كل منها يحمل قصة ويحمل مأساة كذلك.
الزمن يمتد السرد عبر مراحل مختلفة من التاريخ السوري، مع التركيز على التحولات السياسية والاجتماعية التي أثرت على حياة الناس بطبيعة الحال. رجوعا إلى الشخصيات، ربما الرئيسة في الرواية، يعني حسب نظري أن الرواية هي لا تركز على شخصية واحدة، لا تركز على شخصية واحدة بعينها كما نرى في أغلب الروايات، لكنها والكاتب والمبدع حاول من خلالها أن يرسم لنا ماذا؟ يرسم لنا لوحة اجتماعية من الشبيحة الذين استغلوا البيوت المهجورة مثلا، من الشباب والفتيات الذين لجأوا إلى المساكنة في ظل غياب الأمان، السكان المتروكون خلف الركام الذين يكابدون الجوع والذل والقتل والنهب والسرقة وما إلى ذلك، الراوي الذي هو بمثابة مراقب، ضمير يراقب، صوت مراقب بطبيعة الحال، دوره فقط نقل الأحداث بواقعية. وربما هذا الراوي كذلك وصل في بعض المواضع حسب ما قرأت إلى راوي ناقد كذلك، ولا ينقل فقط الواقع كما هو والأحداث كما هي، بل بواقعية نقدية إذا شئتم. كذلك نزلاء البانسيون، هذا كل منهم يمثل ماذا؟ يمثل شريحة من المجتمع السوري، من المثقف المنكسر إلى اللاجئ، إلى المرأة المهمشة، إلى رجل الأمن وما إلى ذلك. صاحب البانسيون الذي هو شخصية رمزية كذلك تمثل ربما السلطة والنظام، ويفرض قوانينه الخاصة على النزلاء ويراقبهم، وأمور أخرى سآتي إليها. الشخصيات الرئيسية وتأثيرها بطبيعة الحال، أبو عادل هو اسمه في الرواية، ودوره في الرواية أنه يمثل أحد سكان المخيم القدامى، وربما له تأثير، كل شخصية سأذكر لها ما هو تأثيرها الرمزي والدرامي. تأثيره الرمزي والدرامي أنه يمثل الجيل الذي تمسك بالقيم رغم الخراب، شاهد على التحولات الأخلاقية، يثير الحنين والمرارة. رنا، شخصية رنا فتاة شابة تسكن كذلك في البانسيون، التأثير الرمزي والدرامي تجسد ربما الضحية التي تحولت إلى أداة للبقاء، تعكس ماذا؟ تعكس هشاشة القيم أمام الجوع والخوف. سامر كذلك، هذا الشاب الهارب من الخدمة العسكرية، رمزية تأثيره الدرامي أنه يعيش المساكنة مع رنا، ويرمز إلى التمرد كذلك على السلطة والبحث عن المأوى، لكنه يتورط في الفساد. أبو نزار شبيح وقد استولى على بيت مهجور، يمثل السلطة القمعية غير الرسمية، ويفرض سطوته كذلك على السكان برمز أو كذلك عفوا أو يرمز لانهيار القانون أو لعدم تطبيق القانون أو عدم الانصياع للقانون. أم علاء كذلك، هذه الأرملة التي تعيش في البانسيون، تحاول ماذا؟ أم علاء تحاول الحفاظ، ربما أستطيع أن أقول، على كرامتها وسط هذه الفوضى، وكذلك هي تمثل صوت الضمير النسائي المقاوم. علاء ابنها المراهق، هذا الذي أصبح ضائعا ضحية الحرب، يتورط كذلك في السرقة والتحفيش، ويرمز كذلك إلى جيل، ربما نستطيع أن نقول جيل فقد البوصلة، يعني فقد المنهجية الحياة ونظام الحياة وأخلاقيات الحياة. الراوي كذلك الذي ذكرته فيما قبل هو بمثابة مراقب لهذه الأحداث، شبه خفي، ينقل لنا الواقع بمرارة وحياد، كذلك يمثل صوت الكاتب ويطرح الأسئلة الأخلاقية الكبرى. ربما ما هو تأثير هذه الشخصيات في البناء الروائي؟ رنا وسامر طبعا في هذه العلاقة ربما غير الشرعية التي هي محور نقد اجتماعي بطبيعة الحال، تكشف ماذا؟ تكشف كيف تتحول العلاقات إلى أدوات للبقاء. ثم أبو نزار، وجوده الذي يخلق التوتر ويجسد السلطة الفاسدة التي تفرض نفسها في غياب الدولة. أم علاء التي تمثل المقاومة الصامتة كذلك، وتحاول الحفاظ على القيم وسط الانهيار. الراوي الذي لا يتدخل لكنه يسلط الضوء على التناقضات ويطرح كذلك الأسئلة دون إجابات جاهزة. شخصية رنا في البانسيون الخلفي كذلك رأيت بأنها تستحق بعض التأمل العميق ووقفة متأنية. لماذا؟
لأنها ليست مجرد فتاة ربما تسكن في الظل، بل تمثل كذلك الأنثى السورية المعذبة، أو الأنثى ليست يعني هي سورية ولكنها كذلك نسقطها على العربية وعلى المرأة في المجتمع في العالم ككل، التي تعاني من الحرب، وكذلك بين الحرب والجسد كما يقال، بين الحرب والجسد، بين الحاجة والكرامة، بين المسكوت عنه والمفصح عنه ربما قصرا. كتحليل لهذه الشخصية، البنية الظاهرة ربما أنني سأركز كثيرا على المسكوت عنه في كل شخصية، ما هو الظاهر وما هو المسكوت عنه في كل شخصية. أرانا هذه الفتاة الشابة الجميلة كذلك تسكن في هذا البانسيون كما قلنا، تبدو في البداية كضحية، ثم تتحول تدريجيا إلى ماذا؟ تتحول إلى شخصية ربما أكثر تعقيدا، تتقن التفاوض مع الواقع وتعيد تعريف أنوثتها في ظل الحرب. فالمسكوت هذا الظاهر، لكن المسكوت عنه ربما في شخصية رنا. الجسد كأرض محتلة، يمثل الأرض المحتلة. جسد رنا ربما ليس ملكا لها، وأصبح عملة للتفاوض مع سامر والشبيحة، مع الجوع، مع القهر، مع الألم، مع الأسى الذي تعيشه. المسكوت عنه هو كذلك الاغتصاب الرمزي الذي تمارسه الحرب كذلك على الجسد الأنثوي دون أن يسمى اغتصابا بطبيعة الحال. ها هنا أشار الأستاذ من ذي قبل إلى حقوق الإنسان وحتى الحيوان وما إلى ذلك. الأنوثة الممزقة كذلك بين الرغبة والنجاة، فرنا لا تعيش الحب بل تعيش النجاة عبر العلاقة. المسكوت عنه كذلك هو غياب الحق في الحب، وفي زمن صار فيه الجسد ربما وسيلة للبقاء لا للتعبير. كذلك تمثل العار الصامت ربما، رغم أنها لا تدان صراحة، إلا أن الرواية تترك أستطيع أن أقول هالة من العار، هالة من العار غير المنطوق حولها، المسكوت عنه المضمر. يعني هذا العار ليس من فعلها بل من نظرة المجتمع بطبيعة الحال، ومن صمت النساء الأخريات كذلك. الهوية كذلك تمثل الهوية المهدورة. رنا لا نعرف أصلها حينما نقرأ، ولا خلفيتها ولا حلمها. المسكوت عنه هنا هو نستطيع أن نقول محو الهوية الأنثوية في زمن الحرب، حيث تتحول المرأة إلى وظيفة ولا تمثل ذاتا وكيانا مستقلا. البعد النفسي والوجودي كذلك، يمكن أن نتناول شخصية رنا التي تعيش الانفصال بين الذات والجسد، فهي لا تملك أن تختار بل يختار لها. تعاني من الاغتراب الداخلي، حيث لا تنتمي للمكان ولا تنتمي للعلاقة ولا حتى لنفسها. تمثل ماذا؟ تمثل الأنثى التي لم تمنح فرصة أن تكون إنسانة كاملة، بل مجرد نجاة مؤقتة. رمزية رنا كذلك في الرواية المرأة المكسورة ربما، أنوثة مشروخة لا تعكس ذاتا واضحة محددة المعالم والأحلام والآمال كما ذكرت. تمثل ظلا لأنها تعيش في الخلف لا في الضوء، كما في عنوان الرواية: النافذة المغلقة لا تطل على مستقبل بل على جدار الخوف. كذلك ربما حينما نطرح سؤالا فلسفيا، يعني وجود رنا، يعني السؤال الفلسفي حول وجود رنا: هل يمكن للمرأة أن تحافظ على كرامتها في زمن يجبرها على بيع جسدها للبقاء؟ وهل العار في الفعل أم في الظروف التي فرضت هذا الفعل؟ هذه الأسئلة حقيقة تفتح بابا بالغ العمق، لأن رواية البانسيون الخلفي ليست فقط عن شخصيات تعيش الحرب، بل كائنات تمشي في الظل، تحمل أوجاعا لا تقال، وكذلك تعيش في مساحات المسكوت عنها أكثر مما تعيش في الواقع المعلن. وإذا أردنا تحليل هذا المسكوت عنه الذي ركزت عليه في الشخصيات الأخرى كذلك، وربطه بأحداث الرواية، لأنني كذلك اشتغلت مؤخرا كثيرا على السرد وعلى المضمر والمسكوت عنه، وخاصة من خلال كتابي مضمرات الملفوظ في السرد، فتناولت جزئية مهمة جدا حول المسكوت عنه. فالمسكوت عنه إذا أردنا أن نطبقه ونفهمه هنا في شخصيات الرواية: سامر هذا الذكر الممزق بين الرجولة والنجاة. الظاهر أنه شاب هارب من الخدمة العسكرية، يبدو متمردا إلى
ما إلى ذلك، لكن مسكوت عنه هو فقدان الرجولة كقيمة أخلاقية. سامر لا يحمي، لا يبني، بل يختبئ خلف جسد رنا. الخوف من السلطة كذلك، هروبه ليس بطولة بل هو هروب من مواجهة الذات. الذنب الصامت يعلم أن علاقته برنا ليست حبا، لكنه لا يملك بديلا. ارتباطه ربما بالأحداث. هذه المساكنة تعكس تفكك الأسرة والشرعية. هروبه من الجيش كذلك الذي يرتبط بالانهيار الوطني، حيث لم يعد الوطن في هذه الحالة، ربما يستحق الدفاع. أبو نزار كذلك، هذا الشبيح الذي يسكن بيتا ليس له، فيظهر يعني أنه رجل قوي يفرض سلطته على البانسيون، يسرق، يهدد، يبتز. المسكوت عنه ما هو؟ الخوف من السقوط. رغم سطوته فهو يخاف من فقدان السيطرة. الفراغ الداخلي كذلك، لا يملك قضية ولا حلما، فقط سلطة مؤقتة. العار غير معترف به، يعني يعلم أنه لص ولكنه يلبس قناع المنقذ. ارتباطه بالأحداث، استيلاؤه على البيوت المهجورة، يجسد التعفيش كمنظومة أخلاقية مقلوبة. تهديده كذلك لرنا وسامر يكشف التحول من حماية المجتمع إلى افتراسه. أم علاء الأرملة التي تحاول النجاة بالكرامة، فالظاهر أنها امرأة مسنة تحاول الحفاظ على ابنها، ترفض المساكنة، تراقب بصمت. المسكوت عنها الحنين إلى رمز القيم، فهي تحن كثيرا إلى القيم، تتذكر زوجها، بيتها، صلاتها، تخاف من الانهيار الأخلاقي، خاصة تخشى على ابنها. ترى علاء يتغير لكنها لا تملك وسيلة لمنعه. العار الصامت كذلك من الجيران، تخجل كثيرا من الحديث عما يحدث في البانسيون. أما عن ارتباطها بالأحداث فهي تمثل حقيقة الضمير الأخلاقي المهزوم الذي يرى ولا يقدر أن يغير. وجودها يخلق كذلك توازنا بين الانهيار والمقاومة الصامتة. علاء المراهق الذي قلت من ذي قبل أنه فقد الأخلاقيات والقيم، الظاهر أنه يتورط في سرقة، يتأثر بالشبيحة، يضيع ضياعا اجتماعيا وأخلاقيا المسكوت عنه. غياب الأب كمرجعية، لا نموذج يحتذى به. كذلك الفراغ القيمي، لا يعرف ما هو الأصح ولا يملك من يرشده كذلك ويتبناه يعني من كل النواحي. التمرد الصامت، يسرق لأنه يريد، ليس لأنه هو يريد السرقة، بل لأنه لا يرى بديلا عن السرقة بطبيعة الحال. ارتباطه بالأحداث يمثل جيل الحرب الذي لم يعرف سوى القصف والجوع والمعاناة والألم. تورطه في السرقة يعكس تحول الأطفال، هذه نقطة مهمة جدا وموضوع مهم جدا في الرواية، تحول الأطفال إلى أدوات في منظومة الفساد. فأين هي؟ يعني أريد أن أنوه بشيء فقط، أنه 5 دقائق إذا أمكن. نعم، حتى وهو كذلك سأكمل وهو كذلك، سأحترم الوقت تفضلي. قدر المستطاع. نعم، لا مشكلة. تفضلي. الراوي كذلك، طيب سأتجاوز، لا بأس بذلك. ربما تطور الأحداث لا أرجع إليها لأني قدمتها. أنتقل إلى ربما التيمات الرئيسة التي نجدها في الرواية، ثم الأسلوب الأدبي، ومن خلالها سأختم بحول الله. التيمات يعني نجد موضوع الاغتراب والهوية، فالنزلاء يعيشون حالة من التيه، يبحثون عن معنى لحياتهم وسط واقع مضطرب. كذلك السلطة والقمع، نجد موضوع السلطة والقمع، يظهر تأثير النظام السياسي على الأفراد، سواء من خلال الرقابة أم من خلال الخوف أم من خلال التهميش. كذلك موضوع الذاكرة والحنين، يسترجع الراوي وأبطال الرواية ذكرياتهم في محاولة لفهم الحاضر من خلال الماضي. المرأة والحرية، تتناول الرواية وضع المرأة في المجتمع بين القهر والرغبة في التحرر. كذلك موضوع الأطفال، موضوع القيم. الأسلوب الأدبي في نظري أن لغة الرواية جمعت بين البساطة والعمق، يعني بقدر ما كانت بسيطة مفهومة لكنها عميقة موحية كثيرا، تستخدم الرمزية بشكل أستطيع أن أقول ذكي دون أن تفقد الواقعية. لم تفقد الواقعية، هذا شيء جميل، ميزة أثمنها.
السرد غير الخطي الذي يعتمد على التنقل بين الأزمنة والأحداث، مما يعكس لنا ماذا؟ هذا عنصر مهم جدا، يعني أن يتم توظيف السرد غير الخطي يعكس تشظي الوعي لدى الشخصيات. الحوار كذلك يعكس ذلك التوتر الداخلي والخارجي الذي يكشف عن طبقات الشخصية دون مباشرة. طيب، رمزية البانسيون ربما لا ألجأ إليه حتى أحترم نفسي وأحترم الوقت وأحترم الحضور. ربما سأنتقل لأنه في عندي سأختم، يعني لأني لا أريد أن طيب، الراوي في الختام ماذا أريد أن أقول؟ الرواية في حقيقة الأمر هي لا تصرح، هي غير تصريحية، هي رواية تلميحية أكثر، لا تدين بل تعرض. هذا ما يجعل القارئ شريكا في التأويل، العملية التأويلية التي ركزت عليها، يبحث عن المعنى في الفراغات، في الصمت، في التناقضات. الراوي كذلك ضمان تأويلي يمنح القارئ مفاتيح لفهم الشخصيات دون أن يفرض أي تفسير. الزمن السردي المتشظي الذي يعكس ماذا؟ تفكك الوعي، ويتيح للمسكوت عنه أن يظهر عبر الاسترجاع والتقطيع. الرموز السردية مثل الشارع الخلفي، الغرفة، النافذة، كلها تحمل ماذا؟ دلالات مضمرات الهوية والعزلة والانكسار. كخلاصة تأويلية أستطيع أن أقول بأن رواية البانسيون الخلفي هي نص يمارس ماذا؟ يمارس التعتيم والتلميح، ويراهن على قدرة القارئ في استخراج المضمرات من الملفوظ وقيم المسكوت عنه من خلال ما لا يقال. فهي رواية عن النجاة في زمن الانهيار، وعن الإنسان الذي يعيش في الظل ويبحث عن ذاته في مرايا مكسورة. وختاما أقول أن الانهيار ليس دائما ربما هذه النظرة المأساوية المؤلمة في الرواية، بل الانهيار لا يكون دائما نفيا للمعنى، بل قد يكون شرطا لإعادة بنائه. رواية البانسيون الخلفي للكاتب محمد فتحي المقداد، رغم هيمنة سردية الانهيار فيها، لا تغلق الباب أمام التأويلات الإيجابية، بل تترك شقوقا في الجدار تسمح بمرور الضوء. فقط يعني ربما لن أطيل لأنه عندي في حقيقة الأمر الكثير، لكن احتراما للوقت أقول حقيقة استمتعت كثيرا وأنا أتصفح هذا العمل الأدبي الذي نال جائزة مستحقة في نظري، لأن المواضيع والتيمات التي تناولتها الرواية لا يستهان بها، هي ذات قيمة أخلاقية واجتماعية وإنسانية قبل كل شيء، هي ذات قيم إنسانية عميقة جدا. تشرفت بأن أكون معكم في منتدى آفاق الفكر والثقافة برفقة الأستاذ الفاضل الأستاذة أناهيد والأستاذ عبد الله العشي، وكذلك القامات الحاضرة معنا، هذا الحضور النوعي كما قلت، وبرعاية كريمة من الأستاذة فيروز والأستاذة ريما والأستاذ الخلوق جدا الذي يصبر علينا كثيرا بابتسامة عريضة، الأستاذ جورج، ممتنة لكرم الدعوة. وسررت أن يكون الحضور من سوريا الشقيقة ومن الأردن كذلك ممثلا في الأستاذ محمد، ومن لبنان الشقيقة، ومن العراق الشقيقة، وحتى فلسطين، ليبيا، والجزائر كذلك. لكم 1.5 مليون تحية من بلد 1.5 مليون شهيد. نحن تحياتي. نعتز بك دكتورة